سلاحك. قدم سلاحك. علم.
فاسمعوها واستجيبوا للنداء واكتبوها في بناء الشهداء واقرأوها للبني الجيل غدا أنت لك يا مجد النداء ورحمت العزم أنت للجزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. لتعيش حرا طول الزمن لتعيش حرا طول الزمن وطني 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 غالي الثمن غالي الثمن روحي مالي نفسي بدني روحي مالي نفسي بدني وانا الحامي لك في المعاني وانا الحامي لك في المعاني لتعيش حرا طول الزمن لتعيش حرا طول الزمن وطني 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 غالي الثمن غالي الثمن روحي مالي نفسي بدني روحي مالي نفسي بدني وانا الحامي لك في المحن وانا الحامي لك في المحن لتعيش حرا طول الزمن لتعيش حرا طول الزمن وطني 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 غالي الثمن غالي الثمن روحي مالي نفسي بدني روحي مالي نفسي بدني وانا الحامي لك في المحن وانا الحامي لك في المحن لتعيش حرا طول الزمن لتعيش حرا طول الزمن وطني. يوي تمرين شكل وطني 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 غالي الثمن غالي الثمن روحي مالي نفسي بدني روحي مالي نفسي بدني وانا الحامي لك بالمحن وانا الحامي لك بالمحن لتعيش حرا طول الزمن لتعيش حرا طول الزمن وطني 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 غالي الثمن غالي الثمن روحي مالي نفسي بدني روحي مالي نفسي بدني وانا الحامي لك بالمحن وانا الحامي لك بالمحن لتعيش حرا طول الزمن لتعيش حرا طول الزمن. ضيع استعد جزائر جزائر وارحب الى الخارج طول ثانيا سير وطني 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 غالي الثمن غالي الثمن روحي مالي نفسي بدني روحي مالي نفسي بدني وانا الحامي لك في المحن وانا الحامي لك في المحن لتعيش حرا طول الزمن لتعيش حرا طول الزمن. وطني وطني غالي الثمن
روحي مالي نفسي بدني، وأنا الحامي لك في المحن لتعيش حرا طول الزمن. اللهم ارحم شهدائنا الأبرار واسكنهم فسيح جناتك، واجمعنا بهم في جنات النعيم، واحفظ الجزائر وأهلها أجمعين، آمين يا رب العالمين. بعد معاناة الشعب لأزيد من 120 سنة من القهر، التجويع والتخويف وسلب الخيرات والتقتيل والمجازر، انتفض الشعب الجزائري من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب لنصرة وطنه واسترجاع حقه وللحفاظ على هويته العربية المسلمة التي حاول الاستيطان الفرنسي طمسها. أيها السادة الأفاضل، لا أعتقد أن ثمة أمرا عظيما يقف أمامه المرء عاجزا عن ترجمة مشاعره الجارفة مثلما يقف الجزائري أمام ذكرى اندلاع ثورته الظافرة المظفرة مطلع كل نوفمبر. لقد كانت الحدث الذي تقاطع على طرفيه الممكن بالمستحيل، والذي فصل بين عهدين لا يجمعه بينهما جامع إلا تلك الإرادة وذلك التصميم من قبل فئة تولدت من رحم شعب آمن بالله معينا، والتحرير نهجا، وبالتضحية سبيلا إلى انتزاع حريته واستعادته وسيادته. أيها السادة الأفاضل، كان ذلك في بعض تجلياته ميلاد نوفمبر 54 حين تخير الله من هذه الأمة ثلة من الرجال استعصموا بالحق فجاءهم اليقين، استعصموا بالحق فجاءهم اليقين بضرورة تغيير التاريخ بعد أن استنفذت الحركات السياسية وعلى اختلاف توجهاتها كل من أتيح لها من وسائل النضال في ذلك الوقت، وكانوا على قلتهم وتواضع مستوياتهم العلمية وحداثة سنهم يحملون رؤية واضحة المعالم وحدسا صحيحا لما كان يختمر في عالم السياسة والتحالفات الاستراتيجية من آراء وأفكار، فتمكنوا بتخطيط محكم في ظروف استثنائية وفي إطار قيم إنسانية عالية ووعي سياسي متقدم من فرض إرادة شعبهم على مجريات حركة التاريخ. وأدرك العالم أن حدثا جللا انبثق من الجزائر إيذانا بثورة شعبية تطمح إلى إنهاء الاحتلال واستعادة السيادة لشعب استبد به الظلم والاستعباد عقودا من الزمن. وهكذا انخرط الشعب الجزائري في تاريخ جديد كان يصنعه بدمع ودم بناته وأبنائه ممن دقوا باب الحرية الحمراء، فانفتح أمامهم واسعا نحو المجد والخلود. أيها السادة الأفاضل، كلما أشرق نوفمبر في أرجاء الجزائر ينبلج معه صبح من الأمل، كلما أشرق نوفمبر في أرجاء الجزائر ينبلج معه صبح من الأمل، وتشرئب فيه الأعناق إلى غد أفضل، وتتحد فيه الإرادات إلى مزيد من التنمية والبناء. ويكفي الشعب الجزائري فخرا أن عمله اليوم في الداخل والخارج هو في مستوى عمله إبان ثورته المجيدة بالأمس، وأن ذلك يضعه في مكانته اللائقة به بين الأمم، ويتيح له الانطلاق بقوة لتحقيق أقصى ما تصل إليه آماله وتطلعاته. كانت هذه قطوف لعلها تترك نفوسنا خاشعة وعيوننا دامعة حينما نتذكر تلك الشظايا اللامعة والمعارك القامعة والقنابل الرادعة والجيش الثائر والشعب صابر حتى وصل صوته الحدود عن طريق الجرائد والإذاعات والقصائد القاذفات. سبحنا على لجج من دمانا، وللنصر رحنا نسوق السفينة، وثرنا نفجر نارا ونورا، ونصنع من صلبنا الثائرين. هذه جزائركم التي اغتصبها أعداؤكم، أنتم حماتها، أنتم بناتها. كانت كلمات ورب الكائنات هزت أركان الجزائر كلها، فأوبت لها الجبال الراسيات، وعجزت عن إسكانها المؤامرات، ورفرفت حتى أدرجت قضيتنا في المؤتمرات، وزادت من حدة البطولات على إشلاء الشهداء بنية الجزائر، ومن دمائهم
ومن دمائهم ملئت المحابر ليكتب التاريخ الذي يفتخر به الرجال والحرائر الذين قتلوا على أيادي العدو الغادر الجائر. تهانينا إلى كل أبناء الجزائر في هذا العيد 61 لاندلاع أيقونة الثورات. العزة لله والمجد للوطن، العزة لله والمجد للوطن، العزة لله والمجد والوطن، والخلود للشهداء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.